شغال صح؟ طب يلا خش بقى عشان حلقة نارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في حلقة جديدة ونارية بإذن الله تعالى. قبل البداية والنهاية لا ننسى الدعم والدعاء لإخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي جميع دول المسلمين. طيب ندخل كده في أول حاجة وندخل على طول بالسخن، ومنشطات لاعب نادي الزمالك ثبتت على لاعب نادي الزمالك النجم المتميز اللي كان عامل ماتش عالمي جدا امام النادي الاهلي في السوبر الافريقي، محمود بن تايك. الكلام ده مين اللي قاله؟ الاعلام كله، السوشيال ميديا كلها طلعت واتكلمت عن موضوع محمود بن تايك. طب ايه بقى موضوع محمود بن تايك؟ احب اقول لك الاستاذ خالد الغندور قال لك ان في لاعب من 12 لاعب عملوا كشف المنشطات وواحد منهم طلع ايجابي. ده مين؟ خالد الغندور ومعاه هاني حتحوت. طيب الغندور ده زملكاوي اصلا، عارفين كلنا الكلام ده. طيب مين هم بقى ال 12 لاعب؟ ال 12 لاعب من الاهلي 6 ومن الزمالك 6. من الاهلي السولية عطية الله، عمر كمال الساعي، شوبير طاهر. الزمالك عبد الله السعيد، مشلاك، صبحي، الزناري، بن تايك، ناصر ماهر. هم دول اللعيبه. لكن الكلام طلع كله على محمود بن تايك. في حاجه غلط. محمود بن تايك اللعيب كان اداؤه بجد كان جامد. فطلع يا جماعه بيتعاطى منشطات. صباح الفل يا باشا، احنا كده لنا احقيه ان السوبر يتاخد من الزمالك يروح للنادي الاهلي. احب اقول لك يا صديقي الكلام ده كله بلح. لو لاعب واحد بيتعاطى النشاطات، اللاعب ده هو اللي يتوقف، ما النادي ملوش دعوه. طب لو 2 برضه الاتنين يتوقفوا. طب لو 3 لا، ساعتها بقى يبقى في مشكله واللقب يتسحب من الزمالك للنادي الاهلي، او اكتر من 3 يتسحب من الزمالك للنادي الاهلي. احب اقول لك ان محمود بن تايك طلع كلام كبير جدا ان هو بيتعاطى المنشطات، لحد ما الاعلامي او لحد ما الوكلاء بتاعته طلعوا باسمه قالوا اللي هيتكلم في موضوع منشطات محمود بن تايك احنا هنقضيه. لو ما فيش طبعا، ونفوا تماما موضوع المنشطات وايجابيه عينه المنشطات لمحمود بن تايك نجم نادي الزمالك. طيب لحد هنا كويس. احب اقول لك بقى يا صديقي معلوماتي ان مفيش اي كلام، كل الكلام ده بلح، كل الكلام ده كلام اعلاميين، كلام عايزه تطلع تشتت اي حد وخلاص. بس ناس عايزه تطلع ترندات، ناس لما لقيت ان قناه الاهلي واخده كل حاجه قالت طب ما تديني خاتم البسبوسه، فدخلوا وعملوا الحوار ده كله. لحد دلوقتي الاتحاد الافريقي لم يعلن عن ان في عينه ايجابيه اصلا من ال 12 عينه اللي سحبوها، ما اعلنوش. والكلام ده ما بيقعدش يوم واتنين، مش زي الاتحاد المصري بيقعد شهرين عشان يعلن عقوبات بيراميدز. لا، ده الاتحاد الافريقي مفيش يما حميني، مفيش يما، وبالذات في موضوع زي كده، ده موضوع زي ده حبس حبس سيادتك. فطبعا موضوع كبير، لكن مفيش هوا. قالك مفيش حاجه اصلا. مين قال الكلام ده؟ احنا ما قلناش الكلام ده. فالموضوع كله في شنج وشغل اعلاميين. طيب ندخل على حاجه تانية. مباراه اقيمت ما بين الزمالك وبتروجيت، ونادي بتروجيت تفوق على نادي الزمالك بثنائيه مقابل هدف. وشارك في ماتش الزمالك وبتروجيت اللاعب اوفي إيجايا، لاعب الزمالك الجديد اللي هيبقى لاعب لنادي الزمالك بشكل كبير جدا في الفتره القادمه. طيب ثم مباراه تانية بقى، مباراه تجمع الاهلي والزمالك فين؟ في 100 عقبة. النادي الاهلي تفوق على نادي الزمالك بكم؟ بثلاثية مقابل هدفين، وتم تسجيل الهدف الثالث في البلاس 90. يلا اخر هدفين في البلاس 90، يلا ان شاء الله ما حد حوش. مواليد 2005 فين؟ في 100 عقبة. كان ناقص عن النادي الاهلي كام لاعب؟ يعني لاعب الاهلي كان كامل بقى كده وفي كل قوته، لا كان ناقص 16 لاعب على النادي الاهلي. بلح. شكرا. ده موضوع الاهلي والزمالك. طيب وسام ابو علي يا باشا، انا حلقتنا حرفيا ناريه، فانت انزل على طول باللايك بتاعك الجميل، دعم لاخوك محمد ابو سعيد اللي بيسعى جاهدا لاسعادك.
حط اللايك بتاعك الجميل. جواز صفا وسام ابو علي مزور. ده الكلام اللي هتسمعه بكره بعده بالكتير هتسمع الكلام ده كله. هتسمع ان في احد الناس الكبار جدا طلع وقال لك، رجال الاعمال طلع وقال لك ان وسام ابو علي الجواز اللي اتقيد بيه مع النادي الاهلي مزور، واللي معاه حاليا هو الحقيقي، وبعد كده عمل له جواز حقيقي واشتغل معاه. ده طبعا بلح. بعد طبعا امير توفيق ما طلع مع مين، مع ابراهيم فايق، وقال له ان كان في مشكله في جواز سفر امير توفيق، في جواز سفر وسام ابو علي. امير توفيق قال ان كان في مشكله في جواز سفر وسام ابو علي. حد هنا كويس، وقال لك بقى مش عارف كان في مشكله في جواز السفر، واللاعب ما كانش معاه جواز سفر فلسطيني، ثم استخرجنا له جواز سفر، وحصلت قصه كده، واحنا الاتحاد مش عارف الفلسطيني، وموضوع كبير كده. فراح عمك صاحبنا بقى، عمك الحاج الكبير، راح عامل ايه بقى؟ راح واخد كل الكلام الجميل ده وقعد بينخر في الموضوع، وراح للاتحاد الافريقي عشان يشوف ملف تقييد وسام ابو علي بانه بجواز مضروب فعلا ولا مش مضروب. احب اقول لك، طب نسال في النادي الاهلي. سئل في النادي الاهلي، واللي سال على لسان الكابتن ابو المعاطي زكي، سال قال له احنا عارفين ان هيطلع اخبار وهيطلع حوار عن موضوع وسام ابو علي. ليه؟ بسبب ان الشخص اللي راح سال في الاتحاد الافريقي، احنا عرفنا ان هو راح سال في الاتحاد الافريقي، وعرفنا ان هو بينخر في الموضوع وساكتين، ومعانا الاوراق والادله اللي سكتوا خالص، لان اللاعب وسام ابو علي فعلا ما كانش معاه جواز سفر فلسطيني، تمام. ثم استخرجوا له جواز سفر فلسطيني، راحوا للاتحاد الفلسطيني عملوا له جواز سفر وكده، عملوا القصه يعني. وبعد كده الاهلي استلم من الجواز السفر، وبعد كده اتقيد بالجواز السفر الاصلي. هيطلع بقى الحوار ده كله عادي يا جماعه، الكلام ده كله هيطلع وهنشوف، كلنا هنشوف. انا احب انبهك برضو لحاجه. احب انبهك ان موضوع القندوسي طلع في نفس الاسبوع ده. القندوسي طلع ليه؟ ممكن يبقى عشان يشتت النادي الاهلي. موضوع منشطات محمود بن تايك ده يقول لك ان نادي الزمالك مهزوز والاهلي يبدا يتهاون بقى عادي، ده برضه عشان يشتت النادي الاهلي. موضوع جواز وسام ابو علي ده عشان يشتت النادي الاهلي ويشتت اللعيبه. تمام، حلو قوي كده. عايز حاجه تانية تشتتك؟ تعال اقول لك حاجه تانية تشتتك. خناقه مارسيل كولر وبيرسي تاو، بوم. جميع المواقع بتقول خناقه بيرسي تاو وسام ابو علي. الموضوع ده طبعا مفبرك على اسم طبعا الاهلي اليوم، او اسم طبعا كذا جريده مصريه. الحدث تقريبا اليوم او حاجه زي كده، وكذا جريده مصريه واخدين البانر بتاع الجريده على المواقع السوشيال ميديا، هم مصورينه عاملين واحد زيه بالظبط ورافعينه بنفس اسم الجريده. يلا تاو اتخانق مع كولر، يلا قامت بقى الدنيا ده عشان يشتت الاهلي قبل السوبر. يلا يا سيدي، جنازه ونشبع فيها لط، بقت هايصه، كله عايز يشتت الاهلي، وحمله كبيره جدا على النادي الاهلي. لكن الكابتن محمد رمضان قافل على لعيبه الاهلي بضبه ومفتاح، مفيش ولا حد هيطلع يتكلم ولا الكلام ده يوصل لكم اصلا. اقفل يا باشا السوشيال ميديا، مش عايزين لاعب يعمل اي حاجه بدون اذن الكابتن محمد رمضان. صفقه المهاجم ولاعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا يتخطى 99%. بقول لك ان النادي الاهلي هيحسم صفقتين على الاقل في الاسبوع ده الاهلي هيحسم صفقتين، وخدها مني. الكابتن محمد رمضان تحرك وبقوه في ملف الصفقات، وبيدير الملف ده شخصيا. ومكلف ايضا معاه اللي هو الكابتن هاني رمزي، رئيس لجنه السكاوتنج او لجنه الاكتشاف المواهب في النادي الاهلي. طيب بالنسبه للصفقات، حتما
او بالفعل حاليا النادي الاهلي يتفاوض مع مهاجم افريقي اجنبي، مهاجم اجنبي ايا كان جنسيته. طيب ده خليه على جنب دلوقتي. طيب اللاعبين المحليين في جناح، لازم جناح يجي او 2 جايين النادي الاهلي. من هما؟ رقم 1 زيكو، اقرب واحد. التاني البنوبي، انت اكيد سمعت الاتنين دول معايا 100 مره قبل كده، زيكو والبنوبي. لكن جديد والنادي الاهلي دخل رسميا في صفقه زيكو والبنوبي، ونادي زد بيفاضل اللي هو شايف ان اقرب يعني ان زد ان زيكو هو اللي يروح لنادي الاهلي، يطلع من زد على نادي الاهلي. هما متمسكين شويه بالبنوبي. طيب لحد هنا كويس، ده معناه وعلى فكره الاهلي طلب الاتنين، تمام. زد عايز يدي واحد بس. ففي احتمال كبير جدا او كلام منتشر، مش هخليه احتمال، ان يدخل صفقه القندوسي في الموضوع. لكن عايز اقول لك حاجه، القندوسي ما ينفعش يدخل في الصفقه. ليه؟ لان هو عايز سيراميكا، هو عايز سيراميكا كليوباترا. طيب لو نادي زد قدر يقنعه، يبقى هيروح القندوسي مقابل زيكو ومقابل البنوبي الاثنين. وممكن كمان النادي الاهلي يطلب منهم محمد اسماعيل او العيش كمدافعين، ممكن جدا وجايز. لسه هنشوف الملف ده ايه اللي هيحصل فيه. لكن بشكل كبير جدا 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 النادي الاهلي ينهي صفقتين في هذا الاسبوع. طيب اتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم. ولو الحلقه عجبتكم مساج اعملوا لايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.